اوكي، كاخر حاجه بقى نتكلم فيها هي اللوجيستيك ريجريشن. ايه هو اللوجيستيك ريجريشن؟ زوم اوت كده. هو عامه شرحه مش طويل وهيخلص بسرعه يعني، فاهم هننجز الحته دي بسرعه يعني. اللوجيستيك ريجريشن من اسمه يعني هو واضح ان جواه حاجه ليها علاقه باللوج فانكشن، عشان لوجيستيك ريجريشن. اوكي، اللوجيستيك ريجريشن هو بدل، او يعني هو بيأرايز، هو ظهر arises from desire to model true probabilities. يعني زي ما احنا قلنا فوق linear regression indicator matrix، هو كان بيحاول يموديل probabilities، لكن هو ما كانش بيحقق كل شروط probabilities الموجوده. logistic regression هو بيحقق الكونديشنز دي كلها عن طريق ازاي ان هو بيعمل بيستخدم logistic function او sigmoid function. logistic function او اللي هي برضو بنسميها sigmoid function. دي ليها equation، يعني انا مش فاكر بالظبط ايه الايكويجن، انا ممكن نشوفها على النت يعني خلاص. logistic function كانت 1 over 1 plus z حاجه كده يعني. 1 over 1 plus x e power negative x، اللي هي دي. سيبك من x minus x، e power negative الحاجه على طول يعني. فهي دي اللوجيستيك فانكشن يعني. فلما نستخدم الايكويشن دي كده، احنا مش بنبريدكت probabilities، احنا بنبريدكت اللي هو بنسميه now we predict، بنسميها اللوج odds او اللوجيتس. واللوجيتس دي بتساتسفاي الكونديشنز بتاعت البروبابيلتي، ان هي السم بتاعها بواحد، ان هي يعني اكتبها هنا حتى sum equal 1، البروبابيلتي ما بين 0 و 1، وان هي نون نيجاتيف. طبعا كده اللي فوق يعني هي نفس اللي تحت، بس قشطة. بس يعني هي دي الايديا بتاعتها، جاست هي بتستغل، تاخد لينير ريجريشن العادي وتحط عليه بتابلاي اللوجيستيك فانكشن دي، اللي هي باي ذا واي بنسميها، دي اسمها differentiable non linearity. ده ترم حتى من الدي ال شويه، ليه؟ عشان زي ما قلنا اللوجيستيك ريجريشن اللي هو كده باي ذا واي اللوجيستيك ريجريشن اللي هو البرسبترون، يعني انا بس حاطط اللوجيستيك ريجريشن بس هو نفس الحاجه يعني. ال زي ما قلنا اللوجيستيك ريجريشن او البرسبترون هو البيلدنج يونت بتاع النيورال نتورك، فلازم يكون ديفرنشبل عشان النيورال نتورك مبنيه على جريدينت ديسنت، فلازم يحصل باكورد باس، فلازم نعرف نعملها ديفرنشيشن عشان نحسب اللوسز والويتس وكده يعني. ونون لينياريتي معناه ان هو يعني هو نون لينير، يعني هو مش بيسمح ان الويتس كولابس فوق بعضها. يعني من احد الحاجات بتاعت النيورال نتوركس، انا مثلا لو عندي لاير ولاير بعديه، لو انا محطيتش حاجه في النص تعزل اللايرز عن بعض، هيكولابسوا بعض، هيتحولوا يعني لو انا عندي W1 و W2، لو انا بعمل W1 W2 X كاني بستخدمهم كده ورا بعض، طب انا ممكن احط دول مع بعض واسميهم W3 مثلا، او اسميهم W بس وخلاص، فهم يعني هيكولابس فوق بعض. انما لو انا استخدمت G اللي هو نون لينياريتي W1X، وبعد كده اعمل W2 على ده، وهنا بقى في جي برضو نفس الكلام، انا كده عزلت الويتس عن بعض. فده بيخلي الموديل يعرف يكريت يعني different weights، كل ويت مثلا بيعمل اوبريشن معينه، ترانسفورميشن معين في السبيس واربنج، في وات ايفر ايه المطلوب يعني. فده ليه اسمه differentiable non linearity. اوكي، وهو عمل زي ما قلنا هو البيلدينج يونت بتاع النيورال نتوركس يعني. فازاي بنفت الموديل ده؟ هي قصه طويله شويه. بنستخدم يعني fit using حاجه اسمها الماكسيمم likelihood. دي قصة كبيرة شوية، وغالبا هعمل لها فيديو مخصوص، بس مش دلوقتي يعني، ممكن في المستقبل. لكن هي دي طريقة بنفت بيها الفانكشن. هي طبعا الطريقة دي بتبقى اسهل بكتير في التو كلاسز، بس برضو هتبقى طويلة شوية، فمش هشرحها هنا الحقيقة يعني. بس هي عامة ميثود مشهورة وبنستخدمها حتى في الديب ليرنينج برضو موجودة يعني، بس هتتشرح غالبا عشان اشرحها هحتاج فيديو لوحده يعني.
فكده بس يتبقى حاجه كده، ده كده جوست ريجريشن كموديل يعني، هو ده اللي انت محتاج تعرفه الى حد ما. وعامة هو بيكسل في التو كلاس بروبلمز اوبفيسلي يعني، طبعا ممكن يستخدموه في المالتي كلاس. بس في المالتي كلاس بقى بنعمل ايه؟ لو عندنا multiple classes، في حالة المالتيبل كلاسز عندنا two approaches، يا اما نعمل حاجة اسمها one versus rest، يا اما نعمل حاجة اسمها multinomial regression. one versus rest هنعمل multiple models عشان نعرف نحقق. one versus rest هو من اسمه واضح يعني، one versus rest من اسمه مع ان انت يعني هتعمل موديل يكلاسيفاي مثلا كلاس 0 ضد كل كلاس التانية، وبعد كده كلاس 1 ضد كل كلاس التانية، كده كلاس 3 ضد كلاس وهكذا، وبعد كده تاخد بقى الماكسيمم فاليو من الفاليوز دي، من الاوتبوتس بتاع كل موديل من دول. فده هيديك مالتيبل مودلز، بس هيحقق لك المطلوب ده، يمكن شبه شويه الموديل اللي اتكلمنا عنه من شويه يعني. المالتينوميال بقى بيقول لك لا، احنا هنعمل 1 موديل وهنستخدم حاجه اسمها السوفت ماكس. سوفت ماكس دي ايكويجن مشهوره عامه برضه في الان ال بي وفي كذا حاجه تانية يعني، هي ايكويجن مشهوره في الكلاسيفيكيشن عامه يعني. هي طريقه عشان نعمل زي لايك اوبريشنز على الاوتبوتس بتاع اللوجيستيك ريجريشن، فنعرف نخليهم موحدين يعني. هو مشكله اللوجيستيك ريجريشن في المالتيبل كلاس ايه؟ ان انت دلوقتي هتطلع اوتبوتس لشويه كلاسز، لكن انت برضو مش عشان تعرف تحسب عليهم لوس او كده لازم تحطهم انتو، يعني لازم يكونوا بوزيتيف، زي ما قلنا عايزين نبريدكت البروبابيلتيز، لازم يحققوا شروط البروبابيلتيز اللي هو 0 to 1 ويكونوا نون نيجاتيف والكلام ده كله يعني. فلو عندي اتنين كلاسز الموضوع سهل، ليه؟ عشان لو عندي اتنين كلاسز انا هحسب واحد والتاني هيبقى 1 ماينس التاني وخلاص خلص مفيش مشكله. لو عندي مالتيبل كلاسز بقى ازاي اضمن ان هم يحققوا الشروط؟ عن طريق السوفت ماكس ايكويشن دي. خلينا ندي اكزامبل. ليتس انا عندي مثلا الاوتبوت بتاعت الثري كلاسز مثلا هي نيجاتيف 15 و 21 ومثلا 0.5 فور اكزامبل يعني. اول ستيب بنعمل اكسبوننشيشن. اكسبوننشيشن هيخليهم كلهم بوزيتيف، هيبقى عندك e باور نيجاتيف 15 و e باور 21 و e باور 0.5 كده كلهم بقى بوزيتيف، ده كده حقق الشرط ده. وبعد كده بتعمل ستاندردايزيشن او نورماليزيشن وتبقى عايز تسميها ايه يعني، بتاخد كل فاليو وتقسمها على اتنين التانيين، فهيطلع لك في الاخر لو عملت كده انت كده ضمنت ان هم كلهم يكونوا بين 0 و 1. ليه؟ عشان الصم يعني كانك دي اوبريشن بسيطه يعني. لو انا عندي مثلا 1 و2 و5، لو خدت 1 على 7 هيديك 1 اوفر 7، ولو خدت 2 على 7 هيديك 2 على 7، وبعد كده 5 على 7 هيديك 5 على 7. دول دلوقتي بقوا كلهم ما بين 0 و 1، وكلهم لو جمعتهم هيديك 7 على 7 اللي هو 1. تمام؟ ده فيري سمبل اوبريشن اسمها نورماليزيشن او ستاندردايزيشن يعني. فهتاخد كل واحده وتقسمها على الباقي، هيديك في الاخر فاليوز هنا هتبقى ما بين 0 to 1، وكده انت ضمنت ان الفاليوز كلها probabilities زي ما احنا كنا عايزين في البدايه يعني. طيب اخر شويه نقط نتكلم فيها هنا، logistic regression versus LDA او linear discriminant analysis اللي هي كانت فوق. طبعا ما شرحتش ايه ده، بس كسمبل اكزامبل linear discriminant analysis بيعمل ايه؟ بيبروجكت الداتا into low dimensional space to ease separation. خطي وحش قوي بس قشطه يعني. يعني ايه يعني؟ هو عاشي ال دي اي من حاجات مثلا بنستخدمها في الدايمنشناليتي ريدكشن. الدايمنشناليتي ريدكشن ده هو طريقه ان انا اخد داتا، ليتس مثلا عندي بوينتس فيها 100 فيتشر انا عايز احطها على جراف. طبعا ما ينفعش جراف ب 100 اكسس يعني، مش احنا اخرنا 2 دي او 3 دي بالعافيه يعني، بس يوجي بنحاول نبص على 2 دي يعني. في طرق اسمها الدايمنشناليتي ريدكشن، ان انا اخد الداتا وانزلها ل 2 دي او 3 دي عشان اعرف ان انا اعمل لها جراف. احد الطرق اللي بنستخدمها حاجات، في حاجات بقى زي بي سي اي واي سي اي وكذا حاجه تانية يعني. ال دي اكشلي واحده منهم، ان انا هي عشان دي من جوه الموديل نفسه هي بتبروجكت الداتا على لو دايمنشن سبيس فنعرف نعملها بلوتنج. فهي تستخدم الميثود دي عشان تنزل الداتا كلها على لو دايمنشن سبيس with the assumption ان انت لو عملت كده السيبريشن بينهم هيبقى اسهل. ده assumption، ده مش لازم. فبيست على كده ايه بقى؟
اللوجيستيك ريجريشن اكشلي غالبا هو الاحسن. ليه؟ عشان هو سيفر ومور روباست و less assumptions. عشان ال LDA ده، ال LDA assumes well separated Gaussian distribution. ال LDA بطريقة عمله بتأسيوم أو بتحط الأسامبشن إن الداتا اللي داخلاله جاية من well separated Gaussian distribution اللي هو النورمال distribution يعني. فلو الأسامبشن ده مش حقيقي الموديل بيأدي سيء جدا، أو يعني مش سيء جدا يعني، بس اللي هو بيأدي a lot worse. الريستيك ريجريشن مش بيحط الأسامبشن ده، فالموديل اللي ليه assumptions أقل generally أحسن. فهو برضه هو safer إن هو less assumptions، وإن هو برضه مفهوش general يعني مش بيواجه مشاكل مع الداتا تايبس يعني. عارف LDA ممكن في داتا سيتس معينه يبقى في كونديشنز معينه عنده مشاكل عشان هو عنده الاسامبشن ده. عدم وجود الاسامبشن بيخلي الموديل مور سيف مور روباست، يعني ينفع استخدمه في داتا سيتس اكتر وجنرالي من غير ما اخاف من الاسامبشنز. فكلهم مربوطين ببعض يعني، هو الثلاثه كي ووردز دول يعتبروا نفس الحاجه يعني. انا بس حطيتهم عشان يعني مور يعني كسينونيمز يعني. بس هم كلهم مبنيين على فكره ان هو ال LDA جواه اسامبشن مش موجود في الريستيك ريجريشن، فبيست على كده الموديل التاني جنرالي احسن يعني. بس ده مش معناه ان ال LDA على طول اسوأ يعني. في كيسز لو الاسامبشن ده فعلا بيتحقق او قريب ان هو يتحقق يعني، ممكن ال LDA يبرفورم احسن. وبس ده كده كل حاجه يعني في اللي هنتكلم عنها في الميثودز كلاسيفيكيشن. ال LDA ممكن ابقى اعمل له فيديو تاني في المستقبل، وممكن بروبلي هنتعمق في الشابتر ده اكتر في المستقبل. بس فور ناو يعني ده اللي انت مطلوب تبقى عارفه بيسكس، تبقى عارف يعني ايه لوجيستيك ريجريشن عشان من المودلز المشهوره، وتبقى عارف اسمبل ايديا من ال LDA عشان هو برضه ساعات بنستخدمه يعني. وتفهم برضه جزء الدايمنشنال ريدكشن وحاجات كده، بس دي حاجات هنتكلم فيها اكتر برضه بتفصيل في كورس تاني قدام يعني. وبس مفيش حاجه تانية يعني. شكرا ان انتوا كملتوا معايا للاخر وده